كل مشاهدينا المتابعين لبرنامج حكايات بنعيشها، اهلا بحضراتكم معانا للاسبوع الثاني على التوالي. بنتقابل في ميعاد مغير لميعاد برنامجنا الثابت. احنا المفروض بنتقابل كل يوم 4 الساعه 6، لكن نظرا لظروف الاذاعه الخارجيه فبنتقابل الاسبوع ده كمان على الهواء في الميعاد ده، لكن ان شاء الله الاسبوع الجاي هنرجع لميعادنا تاني الساعه 6 مساء. اهلا بحضراتكم معانا مره ثانيه، وموضوع مهم جدا الحقيقه هنتكلم فيه من خلال حلقتنا النهارده، والموضوع ده اصبح بيمس شرائح مختلفه في المجتمع. مش عايزه اقول انه اصبح ظاهره، لكن بقت موجوده بشكل مش مبالغ فيه، بقينا بنلاقيه زي ما بقول في اوساط مختلفه. الاول كان موضوع العنف ضد المراه كان بيتم في الطبقه الكادحه، يعني تلاقي الطبقه الفئه البسيطه كده تلاقي ان ضرب الست حاجه عاديه جدا، اهانتها حاجه عاديه جدا، المهم ان هي تاخد بالها من بيتها وولادها وجوزها في نفس الوقت اللي بيهانها وبيضربها بصفه يوميه. فكانت دي ثقافه مجتمعيه بالنسبه للفئه دي. في الاونه الاخيره لقينا العنف ضد المراه الحقيقه بيتصاعد او بينتشر في اوساط ثانيه، الطبقه المتوسطه، ودلوقتي بقت الطبقه الراقيه لو صح التعبير بيتم ده فيها العنف ضد المراه. العنف ضد المراه انواع، مش بالضروره العنف ضد المراه يكون ضرب بس او اهانه بس، مجرد نظره مؤذيه للمراه، وده مش استهانه على فكره ولا دلع. ممكن البعض دلوقتي اللي بيتابعنا يقول هل معقوله النظره دي تعتبر عنف ضد المراه؟ عنف ضد المراه، تربيتها واخلاقها ووسطها ما سمحلهاش بكده، او هي ما تعودتش بكده، لكن لقت ده في بيت زوج. هنتعرف على كتير من انواع الممارسات العنيفه اللي بتتم ضد المراه، مش بس في البيت، لا ممكن في الشارع وممكن ايضا في العمل، وهنتكلم في الموضوع ده بشيء مفصل ان شاء الله من خلال حلقتنا النهارده، لكن بعد ما نطلع لفاصل وترجعوا لي ان شاء الله نناقش الموضوع ده على نطاق اوسع. أنا النهاردة عايزة أقول لكل ست إزاي تقدر تخفي أثر ضرب جوزها ليها. لو اتلكك لك على أي حاجة ومسكت من شعرك وخبطك في الترابيزة ولا في حيطة ولا في أي حاجة، هتقدري تعالجي ده بالكلام. زود الكلام شوية عليها، قدري كل حاجة صدقيني. أما بقى لو صوابع معلمة في رقبتك وفي خرابيش كتير، لو انت محجبة مش هيبقى فيه مشكلة، ولو مش محجبة هتلف سكارف شياكة برضه. اما بقى لو اداكي بالبوكس في عينيكي وزرقها لك وورمها لك، البسي نضارة شمس كبيرة وغامقة مش هيبان اي حاجة. المرأة إنسان، ما ينفعش تتهان. ما تخافيش وما تسكتيش، لا للعنف. هي دي النقطة اللي لازم نتكلم فيها، ما تخافيش وما تسكتيش. ما تخافيش لراجل بيستقوى عليكي وبيبين رجولته عليكي، ما ينفعش تبين رجولتك على حد أضعف منك وعلى أقرب الناس ليك، سواء كانت أختك ولا والعياذ بالله اللي بيتطاولوا على أمهاتهم ولا اللي بيتطاولوا على زوجاتهم أو بناتهم. القصة في إيه؟ الفيديو اللي احنا شفناه دلوقتي بتتكلم طبعا ده إسقاط، إن هي مثلا لو عايزة تداري عينيها ولا شعرها ولا اللي هي أماكن الجروح، طب دي هتداريها عن أعين الناس، لكن الجرح اللي جواها بقى، الجرح النفسي اللي جواها اللي بيزيد يوم بعد يوم، حتى لو حصل ده لمرة واحدة اتمارس العنف ضدها، الجرح النفسي ده هيتداوى ازاي ولا هي هتداريه ازاي؟ تعالوا مع بعض نتعرف من خلال الناحية القانونية بالنسبة للعنف ضد المرأة، اللي زي ما شفنا من خلال التنويه. ما تخافيش وما تسكتيش. ما تسكتيش بمعنى الشكوى لصاحبتها لاختها لامها لجارتها، ولا ما تسكتيش ان هي تاخد حقها بالقانون. هنعرف من خلال لقائنا على الهواء مع دكتور محمود شعبان مستشار القانوني. اهلا بحضرتك معانا، بتشرفني وبتنورني. طبعا احنا شفنا فيديو الحقيقه صعب جدا، بس اعتقد ان في الحقيقه ممكن نلاقي حاجات اصعب، وزي ما قلت في البدايه ان الموضوع ده ما اصبحش قاصر فقط على الفئه البسيطه، لا ده زاد في كل الفئات. حضرتك بتتابع ده من خلال عملك؟ لا طبعا. ازاي بقى حضرتك؟ كمان انا عايز اقول فعلا انا بضملك
كام ثانيه المؤثرين دول قالوا كل حاجه، قالوا كل المأساة من غير ما احنا نقعد ساعات نتكلم. رائع، اداء رائع. احنا عايزين نقول لا للعنف ولا لآثار مدمره ولا لخراب المجتمع ولا لخراب النفوس ولا الجسد وسلامه الجسد. لقد سيدنا عمر بن الخطاب قال لقد خلقنا الله احرارا. ربنا عز وجل خلق الانسان، والانسان يشمل الرجل والمراه. الانسان بني الانسان احرار، مفيش لحد على التاني. المساواة في الحقوق والالتزامات والواجبات امر عملته الشريعة. حتة ان الرجال قوامون على النساء ده في حاجات بما فضل الله عليهم في ايه؟ فان الرجل له مهام معينة له بالقوة الجسدية ان هو المرأة لا يقل دورها ابدا على هذا الموضوع. إذا حضرتك استعنت بآية من القرآن الكريم، بعض الرجال بيستعين أيضا بجزء من الآية فاضربوهم. أيوه، في فرق كبير جدا ما بين التأديب الذي فرضه الله تعالى سبحانه وتعالى في بعض الحالات، وانا مش راجل ديني ولكن احنا بناخد روح الدين وروح القانون. هناك حق تستند للشريعة ايضا في التأديب. هقول لحضرتك مش للمرأة فقط. نعم. ما هي الام تستطيع ان تعاقب ابنها او بنتها الصغيره، بس العقاب ايه؟ ما يوصلش اللي احنا شفناه. لا، دي اللي يعمل كده في الست دي ده رجل معقد نفسيا او انسان غير جدير اصلا ان يكون انسان. تمام. نعم هناك خلافات، لا انكر. نعم في اشياء كثيره قد يصل الامر الى اصطدام في الطباع. احد الاشخاص لابد ان يحتوي الاخر، ولكن خلينا هنا في موضوعنا. احنا بنتكلم على العنف ضد المراه، واحنا بنتكلم على مناهضه العنف ضد المراه. هل الموضوع ده هو الاول فين؟ الموضوع ده عالمي وليس الامم المتحده. نعم. والجمعيه العامه للامم المتحده افردت باب بالنسبه للعنف ضد المراه. مش كده وبس، يعني معنى كده ان الموضوع كبير بالنسبه للعالم. طيب دكتور احمد، استهانه البعض زي ما انا قلت من خلال مقدمه الحلقه بالنظره او الشباب اللي هو بقى مش لدرجه عارفه امك وابوكي يعني روحي من وشي مش عارفه ايه بتاع. الناس ممكن تستهين تقول لك ايه، طب ايه المشكله يعني ما لها روحي مش عايزه اشوف وشك السعيد. المشكله الكبيره عندنا ان هناك مجتمعات في الوطن العربي. خلينا نتكلم في الوطن العربي. مجتمعات مش بتتقبل هذا الامر وبتشجعه ولا تفرض مواد قانونيه للحد منه. تخيلي بقى. واصبح انا بالنسبه لي ان الحمد لله احنا عندنا في مصر في تغيير كبير بالنسبه للدور الجمعيات والمؤسسات. ولازم ارجع لنقطه مهمه عشان احنا قانونيين. ارجع الاول الدستور الاخير في الماده 11 منه جعل المساواه ما بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات السياسية والاجتماعية والمعيشية، وحق تولي المرأة للوظائف العامة. احنا دلوقتي كنا بنحضر قدامنا سيدة قاضي، دكتورة سيدة، وصلنا الحمد لله الى ان السيدات احتلت اماكن او مكانك. هل معنى كلامي دلوقتي ان الناس اللي في القرى اللي بتشوفنا او في الصعيد او في اسكندريه يقول لك ايه ده اللي بيتكلم يدافع عنها؟ لا، انا بتكلم دلوقتي على حقوق واجبات. حضرتك قلت حاجه جميله جدا. احنا في عندنا الارهابيين لمجرد يقول لك الكفار يسمي اي حد كافر ويقتل وبتاع وكانه شهيد. الكلام ده غلط. احنا عندنا دلوقتي المراه بالنسبه لنا فاضربوهن. الضرب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام كان ايه؟ السواك الذي لا يؤلم. انت عارفه يعني معناه ايه؟ نعم كده. انت تعرفي معناه ايه؟ يعني اعتراض على هذا الامر. انت ما تعمليش كده لما واحد يمسك سيده مش بقسوه ولا يديلها باليد ولا يضربها بالقلم ولا ان دي معناها ايه؟ معناها ان انت حضرتك بنتكلم على الحاجات الجسيمه. طب حضرتك في البص انا معاكي. لا، في عنف النفسي خطير جدا. العنف النفسي تخيلي حضرتك انا في اسر كتير جدا بمجرد دخول الزوج او الاب، ما نتكلم على العنف ضد البنات بقى او السيدات، يعني حالة من الطوارئ التي تفرض على هذا المنزل، خوف وهلع وفزع. هو سعيد جدا ان ده يبقى حاصل بالنسبه له. هي دي المودة والرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى هي دي وصية سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رفقا بالقوارير. هي دي المعاملة الدينية
ان انت تقول لي ان كذا، في كتير جدا هيعترض معايا ويقول لك ايه هي خرجتني عن شعوري، ما تعرفش في ستات عايزين الضرب بالنار. طب انا حاجه، طب ما التأديب بيحصل ازاي؟ نعم. مش في هجر في المضاجع، مش في عدم كلام، مش في اعتراض ان انا انفصل عن السيده، يعني ما يقول لي السيده ايه؟ ايوه، والضرب في الاخر ايه؟ الضرب غير مبرح والذي لا يترك اثر، وان هو يعتبر بمثابه الايلام الشديد، الايلام النفسي في الاعتراض. نعم. انا معترض. الرجوله هي ايه؟ تتصل بقى انا ايه؟ سيد بقى عليه الصلاه والسلام مش من الناس، سيدنا بقى ايه؟ ليس القوي بايه بالصلاه، ولكن الذي يملك نفسه عن الغضب. اللي هو الغضب ايه؟ طب ما اكتر حاجه، معلش، طباع السيدات وغيره، الراجل اللي يمسك البيت يحتوي المرأة ويجعل منها ده مش آلة، ولا إنها لا حاشا لله إنها كائن لا يشعر ولا يحس، بالعكس كل الأمان والاطمئنان. مش عندنا أمهاتنا، الله يرحم أمهاتنا بقى اللي توفوا من الموجودين، ربنا يخليهم للناس، مش الأمهات دي هي نهر الحنان، مش الجنة هي التي تحت أقدام الأمهات، هي شعارات. ايه بقى ده لازم فكر البعض اللي هو الفكر المريض للاسف، مثلا يقول لك ايه، لا ده انا كده مقاومه عشان تتعدل، هي ما بتجيش غير كده. هو انت جاي تأدبها؟ ده انت جاي تحتويها، ان انت تبقى راجلها، ان انت تبقى تصرف عليها، ان انت تحميها من غدر الزمان. الرجل الذي لا يقوم باداء ما فرضه الله تعالى من سيدنا النبي ده يتمم مكارم الاخلاق. معنى كده ايه؟ شفنا ان في حاجه من الحاجات اللي حصلت دي من اسيادنا كلهم، عمرنا ما سمعنا هذا الكلام. التأديب له حدود، واذا حصل امام سيدنا النبي كان يعترض وكان يغضب وكان يحزن وكان يزعل. ستنا عائشه لما اختبأت وراء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ولد الهم بيها، يا سلام، اذا الامر خطير. احنا بنتكلم ايه عالميا، الاعلان العالمي لحقوق الانسان اللي هم بياخدوا بعض تعاليم الاسلام بس بمفردين فيها شويه، يعني شويه نظام عملوها شكرا الحقوقيين. لا يا فندم، انا ما بقولش ان الست تقف في وش جوزها وتقول له بقول لك ايه او كذا، لا، انا بقول ان هناك احترام. النهارده حتى لو في خلافات، ما احنا بنقول ان ما فيش بيت يخرج من الخلافات، ولو احتدت الخلافات جدا حكم من اهله وحكم من اهلها زادت جدا، خلاص يبقى انفصال طبعا. كده انفصال بالمعروف طالما استحاله العشره. لكن برضه بعض عقليات الرجال لما هو نشوف المنظر ده بالنسبه لاي سيده، ويعتقد ان هي ممكن تعاشره تاني وتكون صافيه. بس يا فندم انا عايز اقول كلمه لازم اقولها. طبعا احنا دايما ايه بنقول نسمع الجمله، بس انا ليا اضافه اخيره. انا قلت معاك من داخله زمان قبل ما اطلع مع حضرتك، وراء كل رجل عظيم امراه. انا بأضيف والله العظيم غالبا ما تكون امراه عظيمه واعظم منه. هتقولي ازاي؟ امه وزوجته وبنته، هدف كبير، اخته، ايوه. يبقى اذا انا امام شيء. انما تعالي بقى، الراجل ده اللي ربنا استودع اعطاله امانه بايه؟ وجوزك ايه؟ بكلمه الله. كلمه الله اللي ايه؟ سبحان الله، انا قبلت زوجه الشريعه حكمت هذه الامور. لما الأمة الله عز وجل تيجي عند عبد الله، إذا أكرمها يا سلام، لا يكرمهن إلا كريم. سيدنا النبي قال كده. تمام. طيب لما تيجي تأذيها بتعمل إيه؟ تخيلي، أنا عايزين نتكلم بس المهم أهم من القانون وأهم من الدنيا. المرأة إن حد يجي يجرح الزجاج، القارورة تجرح مرة على مرة، هي تتحمل. واحنا بنقول لأهالينا تحملوا أزواجكم. إذا كان غضبان ده شيء من سماحة الإسلام وكرم المرأة أنها هي بقى في اللحظة دي تحتوي البيت والأسرة والأولاد وتحتويهم، والراجل عليه واجب الطيب. لو أنا كسرتها، لو أنا ضربتها مرة عدت، تاني مرة بقيت راجل قوي قدام الناس، ده أنا النهارده عملت فيها، أفرز لي الآتي: بغض، أهلا بالكراهية، اهلا بالغضب، اهلا بالانتقام، اهلا بدمار انسان. تخيلي كده، انت قلتيها كلمه بس انا مش عايز اعديها كده. تخيلي اوضه نوم بتغلق على رجل وامراه وهي لا تطيقه، مش قابلاه، واسف يعاشرها جنسيا، وايه انا بسميها ايه؟ المعاشره القسريه التي لا بعنف يقتل المراه. المرأة تقتل، فتبتدي تزرع ايه؟
هذا بتطلع طفل هذه الامر فين؟ في اسرتها. تغضب على اسرتها اللي وافقوا بهذا الرجل، وتغضب على نفسها لانها افقدت ازاي انا عشت العيشه السوداء دي وقدرت على نفسي. ولادها بيرتعشوا، اصبح المجتمع مطلع لي ناس مرضى نفسيين. دلوقتي العيادات النفسيه كلها بسبب انت مضغوط يا سيدي الفاضل. انا ما بقولش ان انت ما تغضبش، احتوي الامر، كل واحد يلجا فيه. بس ما معلش المشكله بمشكله، يعني انت لما تكون عندك مشكلات ما تزودهاش بمشكله. طب انا اسال سؤال، هل القانون بره هذه الامور ولا لا؟ يعني هل في حاجه اسمها حق تقديم المراه ان انت تضرب لي الست بالطريقه ديت، ولا تعمل لي فيها سديشة، ولا تعمل لي مثلا جروح، او ان انت تهينها؟ يجي يقول لك ايه انت مش ابني اللي انا مخلفه منك، يا سلام، وفرحان قوي وهو ليس رجلا من كل هذه الكلمه، لان هو ما قداموش حتى يستحي. انا شفت انت بتقول عندنا مآسي سوداء، رجال اشباه رجال، انصاف رجال لا يسمون الا ذكورا. انا مش بهاجم الرجال، انا بهاجم من يعتاد افعال البعض. خلينا مع حضرتك تاني يا دكتور محمود شعبان المستشار القانوني. يمكن دلوقتي احنا بنتكلم عن العنف ضد المراه والمرض ضد المراه في البيت، اللي هي حدود العلاقات الزوجيه اللي بعض الازواج ربنا يعافي الكل ان شاء الله ممكن يمارسها ضد اي زوج يمارسها ضد زوجته. طب العنف بقى اللي بيكون مثلا في الشارع، لو قلنا التحرش، ما ده نوع من انواع المعاكسات اللي هي ما تقبلهاش السيده، ولكن ربنا كده جميل، هي مش قابله الكلام ده، ولا جميل ولا وحش ولا اي حاجه. كل ده ممارسات ممكن في العمل، الضغوط اللي هي بتمارس ضدها بتعسف في العمل. كلمني حضرتك على كل انواع العنف ضد المراه سواء في البيت او بره البيت. طبعا احنا عندنا العنف بيكون من خد بال حضرتك، ده ممكن يبقى العنف ما بين الزوج والزوجه، وممكن يكون من الاسره الى اولادها، الستات او البنات، الاب، الام، الاخت، الاخ اللي بيبقى زي المجانين يضرب اخته وكانه يعني بيأدبها ما شاء الله عليه، ويبقى زي الارنب قدام البت بتاعته. والله العظيم هي اللي بتديني. المهم والله العظيم انا بتكلم جد. المهم عندي عنف جسدي وعنف نفسي وعنف جنسي. ليه بقى انا بصنف الثلاثه؟ لان العنف الجنسي ده ما نقدرش نعديه، احنا عندنا حالات اغتصاب كثيره جدا. مش لا احنا بنتكلم، انت حضرتك بتتكلم على التحرش البسيط، احنا عندنا حالات عنف. ما انا بتكلم يعني مش لازم نوصل لجريمه والعياذ بالله زي بنمارس ضد بعض الاطفال، ربنا يا رب يحمي كل الاطفال. عنف بالظبط. المراه اللي هي بتمشي في الشارع ولا تجد سوى المعاكسات زي ما تقول، انا واحده ماشيه مؤدبه محترمه، نقول له الاول كانت تحب تعكس، ده لما كان الزمن الجميل وكانت الناس محترمه وفي شهامه، وهي انا عايزه اتعكس يعني مش ممكن، ولو حتى بتبقى الكلمه كانت لطيفه، ما كانش بقى في كلام جارح وقله ادب وسفاله، واحنا قدام مرأة والناس ما بتتدخلش ما بتعملش. فعندنا العنف الجنسي اللي هو واحد يمد ايده على واحده، التحرش الحقيقي. هو عندنا التحرش اللفظي والتحرش، ولكن التحرش ان واحد يمد ايده على واحده، يهزر معاها، يخبطها، يعمل كذا، طبعا ده غير مقبول. ده طبعا ده انا بعتبره نوع من انواع العنف، لا التعدي على الحريه الشخصيه للمراه، وهو مجرد في القانون ولا عقوبات حبس. والحمد لله ان صدرت المواد ديت انها بتشدد العقوبات فعلا، حتى لو بالايماء، حتى لو واحد عمل لها كده اهوت وهي مش راضيه زي ما حضرتك بتقول مش متقبله، تعمل له قضيه. كان زمان للاسف اللي كان بيساعد على الموضوع ده ان هو يزيد، ان البنت كانت بتستحي للاسف ان هي توصل لاسم الشرطه عشان تعمل بلاغ. احنا عايزين نقول في الاخر لازم بقى نقول لا الدنيا اتغيرت. عندنا دلوقتي الحاله النفسيه اللي هو العنف النفسي. العنف النفسي اللي هي السيده التي يحدث لها التعدي بالشتائم، انت كذا، يا بنت كذا، يا اللي انت كذا، يا اللي انت ست مش مظبوطه، يا اللي طب ما خلاص انت رصدت لي دلوقتي، طلعت لي واحده معقده نفسيا، هي تروح لاهلها يقول لها عيشي مش عارف ايه، كملي ولادك او اخوكي او ابوكي. ولادك دول اللي هم شايفين الاب والام، اب عمال يضرب الام. ما احنا برضه خلي بالك احنا مش عايزين نقول الحلقه النهارده عن ما في برضه عنف من المراه ضد الرجل، بس ده موضوع انا بس ساعتها هنتكلم في حق، يعني حق، لان الرجل هو الذي يملك. طلقها يا اخي. هنا برضه نفس الموضوع على فكره. انت ساكته ليه؟ احنا هنتكلم في الاخر على دي، لا ساعتها ما تقولي لي يلا في الاخر. احنا ساكته ليه؟ عندنا قبل ما نقول ساكته ليه؟ العنف الجسدي. العنف الجسدي هو الايلام زي ما حضرتك شفتي الضرب. في عندنا العنف الجسدي اللي هو ممارسه الجنس اصلا من الزوج لزوجته بشكل غير طبيعي، غير ادبي،
وغير طبيعي، هو معقد نفسيا، يبتدي يعمل حياه غير مشروعه كمان، وربنا مع ذلك تبتدي الست دي تطلع. فين في القانون؟ ما فيش في القانون يقول كده غير انها تطلب التطليق وممكن يرميها ب 100 حاجه. فالست تيجي تشتكي لوالدها تستحي منه، تيجي تقول لامها ممكن تبقى بطبيعتها، فتقبل 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 فتنفجر فتصبح آفة في المجتمع. تصبح هذا الموضوع سيدة مريضة نفسيا. هذا الحيوان ادى الى اننا بقى عندنا ام او زوجة فاشلة مهما كانت متدينة، مهما كانت كويسة، مهما كانت من عيلة كويسة، مهما ارتبطت بترتدي على ايه؟ هي دي الجدعانة منك. ده انت في حالة في اسوأ حالات الدنيا، انت كده بالظبط بقيتي مش بني ادمة، بقيتي عبد. عبد مش لله، حرام. انت كيف تقبلين ذلك؟ العنف الجسدي والايمان النفسي والجنسي هو عملنا كده اسباب العنف. نعم. انا لازم نتكلم فيها. طب احنا عايزين برضه نجمل الاسباب سواء داخل البيت او خارج البيت، لان هي زعل خارجيه حقيقه قدامنا اقل من 10 دقائق، فعايزين نتكلم في الموضوع ده يعني ما نسيبوش كده للحلقه جايه. فانا عايزه اعرف اسباب العنف، يعني ايه اللي بيؤدي زي ما بقول ان بعض الاسباب بيقول خرجتني عن شعوري، اللي بيتحرش في الشارع يقول لك اصل هي لبسها طريقه مشاها، يعني دايما بيخلوا الست هي الجاني مش المجني عليه. يقول لك انا اعمل ايه؟ زي ما بقول لك الزوج يقول لك خرجتني عن شعوري، انا راجع متضايق وهي قالت لي كذا وكذا. ليه ملاش لازم لابسه قصير؟ طب البنت بتاعت البامبرز اللي كان عندها سنه وثلاث شهور. الاسباب ايه من وجهه نظرك اللي قانونا تكون في صف الراجل؟ ممكن نتناقش انا وانت برضه راي بعض كده وانا اقول لك انا ليا انا شخصيا راي. نعم. السبب الرئيسي في العنف مش هتصدقيني هقول لك وتناقش معايا، هو المراه نفسها. ازاي؟ بقبولها اللي هي حصلت فيها. يعني ايه قبولها؟ نعم. عشان بس ما تعيش في غلط. لا خليني تعيش ازاي؟ انا خليها في البيت الاول اللي اهم عندي. جميل. خلينا في البيت. هتقول لك انا ما اعرفش ان هو عصبي كده، يعني هو دي عصبيته ده رد فعله وهو بس قلبه طيب والله لما بيروح بيبقى كويس. دي جميل، دي ست اللي انا عايز واحده زيها، وكل الرجاله اللي بيشوفونا عايزين كده. ينفع الاول الفئات البسيطه كده تقول لك والله النهارده ربنا يهديه ده شتمني بس، وتبقى راضيه وكويس ان هو ما اديش ايده. دي التقاط اللي بتعمل نفسها انها ما بدل ما تكون سيده عزيزه الى واحده بيتمرمط بها الارض. واحد يشتغل ويصرفي وانا قاعد على القهوه، او انا هحرمك من الشغل وانا في نفس بس مش عايز اتكلم قوي، ده بيقول له اتصرفي باي طريقه حتى غير اخلاقيه وتجيبي فلوس. بالظبط. انا مش هتكلم على كده، هي قبلت ولا لا؟ هي دلوقتي بالله عليكي مش في خلق الست دي لو اشتغلت في البيوت. خليني بقى نتكلم معاك الست العزيزه دي. احنا دايما انا من خلال مناقشتي للحلقات بقول احنا بنقول كده واللي بيتابعنا بيقول انتوا قاعدين ما انتوش حاسين، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار. يعني ما هقول لحضرتك دلوقتي الست اللي هي بتقبل كده واحنا بنقول لها لا حقك القانون انك تعملي كذا وحقك انك تبلغي وحقك ان يحصل كذا وكذا وكذا، تقول لك طب هي مين هربيهم؟ طب انا مسطوره هو في ظهر الراجل خلاص. يعني هي المرأة السلبية يا دكتور بتضحي بنفسها. اسمعي بقى. نعم. انا في عرفي انها هتتحاسب قدام ربنا عز وجل. انا في عرفي الناس بقى خلينا واقعيين. انا عمري ما جالي حد الا ما حاولت اوفق ما بينه وما بين الست بتاعته واقومه على قد ما ربنا عز وجل. وانا لو اخطات في بيتي وبيحصل انا براجع نفسي ولازم اكمل نفسي. لما بشوف اي حد بيعمل حاجه لازم احاول انا مش عايز الدنيا نقولوا طلاق زادت نسبته ونقولوا طلاق، لا في فرق كبير جدا ما بين الحقوق المكتسبه للراجل ان هو يدغدغ الست على رايك النهارده شغلني بس انت قابلتي بكده الوضع ده ما بقتش عيشه، ده ما بقاش حب، ده بقى كره. يعني في واحده تحب اللي تحب كده بقى دي يبقى هي اصلا يتعامل فيها كده وهي راضيه ومبسوطه، تبقى هي مريضه نفسيا وما شاء الله عليها تعيش تربى عيال. مش لازم بقى بيقول ان هي مريضه نفسيا، زي ما بقول عندها ظروفها اللي هي تخليها تقول لا يمكن انا ست بضحي، انا ام بضحي، انا بنت ضعيفه، انا ما بتشهدش. انا بقول هي القصه هي بتمر بيها. ما هي في حالات بيمارس ضدها العنف وبتشتكي والشكوى بتكون ايه في محيط الفضفضه كويس، وفي اللي كافيه خيرها شرها كويس. زي ما حضرتك هو ده بيبقى 3 انواع اللي هي خلاص قايمه بدور المضحيه والام خلاص يعني اتفطرت الست على كده ان هي تضحي سواء كانت ام او هي. لو ربت بنتها هتبقى تربيه سويه؟ انا بسالك سؤال، لو بنتها شايفاها كبيره في مصر فقد الشيء الوسيط القاعده ده طبيعي. دي ما تتجوز واحد زي جوز بنتها. هيبقى ده النموذج اللي هي
هي شايفاه. لكن زي ما بقول الفئات اما ان هي بتقوم بدور المضحيه وما بتتكلمش خالص، او دي أسوأ أنواع السلوك. او بتتكلم بس في اطار الفضفضه مع المحيطين بيها، او لو وصلنا للشرطه ومش كتير اللي يعرفوا ان حقها القانوني ان هي تروح تبلغ. بدايه من التحرش بالكلمه لغايه كل الممارسات اللي بتمارس ضدها ويبقى عنف بالفعل، عنف مرئي. نعم. الرضع يا فندم، راجل ما بيرتدعش ويسيبها من غير نفقه ويسيبها من غير فلوس وكذا، نعم. تعمل ايه؟ هنعمل ايه بالظبط؟ نعم. لازم ان احنا نتخذ اجراء، حاجه من اتنين، يا تقبل العنف وتسكت ما تشتكيش، يا اما تتخذ اجراءات. اولا الاجراءات اللي بتتم ديت ليه؟ الاول ليه؟ انها تحاول تصلح من هذا الرجل هي واسرته. بعد كده مفيش فايده، هي ما تنفعش تتضرب، ما تتشتمش. طيب البلاغ يبقى ازاي؟ لان احنا خلاص تقريبا وقتنا البلاغ التحرش لغايه البيت. ازاي تبلغ واحده اتعرضت للعنف؟ اول حاجه تعملها تاخد قرار، هتعمل حاجه ولا تفضل كده اسيره لهذا الوضع. نعم. لو اخذت القرار انها بتعترض وبتقول لا انا بني ادمه ربنا خلقني، عليها انها تروح فورا لمكاتب الاسره في المحكمه انها تعمل اما دعوه طلاق او خلع لعله يرتدع. الموضوع ما بيتطلقش بنفس اليوم، ما معاش فلوس تروح زي ما قلنا في الحاجات المجانيه اللي بتتم في محكمه الاسره. انت دلوقتي بتعترضي، مش قادره تاكلي، مش قادره تصرفي، ربنا عز وجل هو المقسم الارزاق وليس رجل. الراجل ده يمكن ربنا ما يكرمك تتحرري عنه وربنا يرزقك اضعاف الاضعاف. يعني انت شايف بدايه يكون لازم القرار ان هي تدخل اهلها ما كانش يبقى طلاق. طب لو كان بقى البلاغات اللي بتتم ازاي لو تعرضت لعنف تروح اسم في الخارج اللي هو في الخارج في الشارع يعني. في الشارع ده فورا حضرتك لازم تخلي لي حد يشهد على الواقعه ديت من اي راجل في الشارع وبعد كده او اي سيده، وتروح على الاسم تعمل المحضر ضد فلان دوت، او انها تستغيث بالناس للراجل اللي عمل معاها العمله ديت، لو قالت عليه اي حاجه هيمسكوه. يعني لو كانت معاكسه ده عنف ويتعمل محضر معاكسه تحرش والشارع يقول طب ايه يعني عليك كلمتين وخلاص. لا مش من حق، ده قانون، ده اصبح قانون. هي لا انها تروح للنيابه. لو الراجل اللي قال لها انت بيستهون بهذه الامور، احنا مشكلتنا ان الحاجات الصغيره دي سيبناها. نعم. عايزين الحاجات اللي واحده اغتصبت، واحده تم هتك عرضها، واحده هي دي اللي احنا نفرح بيها ونحطها في الفضائيات ونبقى مبسوطين قوي ونتغنى على شرف الناس. لكن بدايه من المعاكسات البسيطه من وجهه نظر البعض دي يتعمل عليها محضر وتبقى طالما واحده انت راضيه ولا راضيه. انا برضه انا كان مره مرات حضرت مع واحده كانت بتنادي بحريات مطلقه للمراه. نعم. جيت تقول لي ما مش مشكله ان انا البس ما امشي في الشارع، ده اسمه كلام؟ ايوه مش ممكن بالظبط. يعني الحريات لها حدود ولها كسر. دكتور محمود شعبان مستشار قانوني، كل شكر لوجود حضرتك. اكيد انا اسف ان انا اتكلمت بانفعال بس الموضوع جاني قوي. بالعكس في انسانيتنا بتطغى الحقيقه على مجال احنا مش عايزين الاسر تخرب بيوتها يعني. دكتور محمود شعبان مستشار القانوني زي ما بقول اكيد هتتكرر بصرف النظر عن لقاءاتنا الثابته اخر كل شهر، اريد الحلقه الثابته من حكايات بنعيشها، لكن في موضوع العنف ضد المراه لغايه ما ينتهي تماما عشان بس مجتمعنا سوي. بالظبط كده. كل شكر لوجود حضرتك معانا، اهلا بحضرتك معانا دايما. كل شكر لكل الساده المشاهدين على متابعتهم لحلقتنا النهارده. الاسبوع الجاي ان شاء الله نكون في ميعادنا الثابت الساعه 6 مساء ونعيش مع بعض حكايه جديده. شكرا والى اللقاء.